شيرين بيوتي ترسل رسالة لأصالة المالح وتنهي الخلاف. الإشاعات عن وجود خلاف بين شيرين بيوتي وأصالة المالح ما عم يخلص، وكل فترة يرجع يطلع من جديد. هالمرة القصة بلشت بستوري بسيطة، أصالة طلعت حاطة اي باتشز بس من ماركة تانية، وهون التعليقات اشتغلت فورا. ناس قالت ليش مو اي باتشز الخاصة ببراند شيرين بيوتي الجديد؟ أكيد في شي، أكيد في خلاف. بس بالمقابل في ناس كانت أهدى وقالت يا جماعة أصالة بأمريكا وشيرين بدبي، يمكن ما في توصيل، يمكن الموضوع عادي جدا وما له علاقة بأي خلاف. بس فجأة اجى الرد من دون ولا كلمة. بمناسبة عيد ميلاد شيرين بيوتي، أصالة المالح وزوجها أنس بعتوا لها بوكيه ورد كهدية، وشيرين صورت الورد وشكرتهم ونزلت الستوري عندها بكل وضوح. وهون الكل فهم الرسالة، ما في خلاف، وكل اللي طلع من قبل كان مجرد إشاعات. فبرأيكم الناس عم بتبالغ بتفسير كل تفصيلة، ولا السوشيال ميديا هي اللي بتخلق الخلافات أولا؟